و100% زي الجواب بتاع النادي الاهلي. و100% مضى مع مصر المقاصة. مصر المقاصة دفعت 3 مليون و250 للنادي الاسماعيلي. خلاص النادي الاسماعيلي كده مجبور، اخد فلوسه، ما عندوش مشكله، وباعوا لمصر المقاصة ما عندوش مشكله برضه. والولد اتصور هياخد في حدود 800,000 جنيه و850 حاجه زي كده، ربنا يبارك له فيهم. ومضى عقود انتقال من الموسم الجديد للنادي الاهلي مدتها 3 سنوات. والنادي الاهلي هيدفع لمصر المقاصة ال3 مليون و250 الف في الصيف، هيلعب ال6 اشهر دول واخد حقه خلاص 800 و850 الف المعتصم. ومضى بتسهيل كابتن محمود الخطيب ومعاه المهندس عادل القيعي 3 سنين اعتبارا من الموسم القادم، بموافقه طبعا مجلس اداره النادي مصر المقاصة. طبعا مضى 3 سنين، والعقد النادي الاهلي هيدفع اللي دفعه مصر المقاصة للاسماعيلي اللي هو 3 مليون و250 الف، والثلاث سنين عنده بتبدا بمليون وافتكر 700 او 750 الف جنيه حاجه زي كده في الموسم، على مدار ال3 مواسم اعتقد بزياده 10% او حاجه زي كده. هذا هو الامر. اوعى حد يقول لي لا، ارجوكم اوعى حد يقول لي ده لا. 100% ما ينقصوش واحد يقول لي الله، يعني الاسماعيلي بقى الشغلانه دي عملها عشان ما يبانش قدام الراي العام بتاعه ان هو ما باعش الاهلي. باع؟ لا خالص، عشان برضه نبرأ الناس، حرام. الاسماعيلي باع ومن حقه انه يبيع لاعلى رقم، والزمالك كان عايز يقسط على 3 اقساط، مصر مقص على قسطين، واللاعب ابدى رغبه لمصر المقص. طب هل معقوله مع كل احترام لمصر المقص قدامه مصر المقص وقدامه الزمالك ويقول رغبتي مصر المقاصة مع كل الاحترام؟ طبعا لا. لكن لان هو وقع للنادي الاهلي، مليون مبروك لمصر المقاصة ال6 اشهر دول، مليون مبروك للنادي الاهلي 3 سنين اللي جايين. مجلس اداره الاسماعيلي بقى أبرئه تماما من هذا الانتقال للنادي الاهلي، لان هو باع وفقا للسعر اللي جاله على قسطين ورغبه اللاعب للعب في مصر المقاصة. ما عندوش اي مشكله اطلاقا النادي الاسماعيلي، هذا هو الامر.